ايه اللي بيخلي مسلسل عن الطبخ يبقى مأساة؟ وازاي بطله بيكمل مسيرة والتر وايت من غير ما يحس؟ وليه هو الدب مع انه ملوش اصلا علاقة بالحيوانات؟ وازاي الفوضى هي بداية رحلة البحث عن الذات؟ وليه لازم البطل يواجه الدب اللي جواه ويختار بين الشغل والحب عشان يوصل لنفسه؟ Welcome back to The Bear. I'm Carmen Berzado and today we're gonna be making beef brajal. مسلسل ذا بير عن شاب عادي عايش حياة عادية، بيركز وجوده كله فيها لحاجة واحدة بس، ومعاها بينسى أو بيمنع عن نفسه أي مشاعر أو فرصة إن هو يعيش حياة طبيعية، فبيقضي معظم عمره مختبئ خلف الطبخ. المطبخ هو حصنه المنيع في مواجهة عالم هو غير مؤهل للتعامل معاه. مشاكله الشخصية كانت غير موجودة لفترة طويلة لأنه ما عندوش أصلا حياة عشان يبقى فيها مشاكل، وكان إلى حد ما مرتاح كده وفاكر إن هو نجح في تفادي تبعات كونه بشر، لكن الحياة مش بتمشي بالبساطة دي، وبيضطر بعد كده إن هو ينزل من على كرسيه العالي ويختلط بالعالم بعد موت أخوه اللي ساب له مطعم كان بيحلم الشاب إن هو يشتغل فيه طول حياته، رغم وصوله لأكبر مكانة وأكبر مطاعم في العالم عشان يبقى هو الملك الجديد، وعلى عاتقه مهمة انتشال المطعم من الضياع وإنقاذ سمعة شقيقه المحبوب. والأهم من كل ده واللي بيصعب مهمته هي العودة لأصله ومواجهة أهله ومعارفه اللي تهرب منهم لأعوام طويلة. المسلسل ربما أشبه بسباق لكنه في مطبخ، أطباق غريبة ومهارات عجيبة في التقطيع والتحضير، أصوات عالية وصراخ مستمر بسبب وبدون سبب، مشاكل مالية وعائلية، وفاصل من الكوميديا اللطيفة والضحك على المليان. لكن ده الغطا وتحته ألم ومعاناة، مفيش تقريبا شخصية واحدة من العمل كله بتنجو منه. العالم بالنسبة ليهم مكان ضيق قوي، مساحة صغيرة في ركن منسي كاتم على نفسهم ومش مخليهم يلاقوا نفسهم، شبه مطبخ المطعم كده، مش سهل تتحرك فيه وكل خطوة بحساب وتركيز عشان ما تخبطش في حد تاني ولا تتسبب في تعطيل الشغل. انت مش عايش لنفسك ولا لوحدك، انت جزء من حلقة اجتماعية مرتبطة ببعضها. مفيش حد بيعرف يطبخ لوحده ولا يمشي مطعم بمفرده، كلنا محتاجين ناس معانا ياخدوا بايدينا ويسهلوا الصعب قدامنا، حتى لو احنا مش مقتنعين بكده ولا مدركين اهمية الناس ديت. لكن الحياة سرعان ما بتخليك تفتح عينيك عشان تشوف حقيقتك وتفهم قد ايه البشر كائنات اجتماعية بطبعهم، ومش هينفع انعزالك وتجنبك للحياة. فالأبطال كلهم شخصيات عادية، كلهم عندهم أحلام مش قادرين يوصلوا ليها، وكلهم بيحاولوا يستخبوا من حقيقتهم ويطلعوا مشاعرهم في المطبخ والطبخ اللي أصبح لغتهم وطريقة تعبيرهم عن نفسهم بسبب الخوف من نشر اللي جواهم على الملأ قدام الباقيين. I felt like I could speak through the food, like I could communicate through creativity and that kind of confidence. You know, like I was finally, I was good at something that was so new and that was so exciting, and I just wanted him to know that, and I just wanted him to be like, good job. الفوضى في المسلسل بتظهر لأول وهلة إنها بس في بيئة المطبخ السريع، لكن في الواقع ده مجرد انعكاس لحياة كل واحد منهم، والفوضى الحقيقية بداخلهم وفيها عجزهم عن التعامل مع مشاعرهم وأزماتهم. تخيل إن جوه كل شخصية من دول مطبخ كده كبير زي ده، بس أكثر ازدحاما وأعلى صخبا وخانق بمراحل لدرجة إنه بيشل صاحبه ويمنعه عن عيش حياته بشكل طبيعي ويدفعه دايما ناحية الانهيار. لكن زي ما المطبخ رمز للفوضى والمعاناة في المسلسل، هو في النهاية برضه الرابط الوحيد بينهم والمكان الآمن اللي كلهم بيقدروا يتجمعوا فيه وإلى حد ما بيكونوا على طبيعتهم، يعني كلهم مرتبطين عن طريق المطبخ وهناك بيلاقوا نفسهم فيه. رحلة البطل بقى وسط كل ده في إن هو يلاقي نفسه أو يجد ضلته، واللي بتجعله يواجه حوادث وأحاسيس في حياته ركنها على جنب وتجنبها وقت طويل، وفجأة لقى نفسه مشتت بين حاجات ياما ومقاسي مش عايزة تسيبه في حاله، بتخليه دايما متوتر ومهزوز وخايف، ونادرا ما تشوفه بيضحك أو يبتسم، على طول في أزمة أو موقف لازم يحله ومسؤولية تقيلة على أكتافه. I guess all the time I feel like I'm kind of trapped because I can't describe how I'm feeling. طول المسلسل ضغط في ضغط وتوتر وقلق وخوف، مفيش حاجة سهلة ولا بتمشي عادي، لازم صراع ومجهود وخنقة. البطل حاسس انه محاصر من كل الجهات، الدنيا بتطبق على صدره بشكل مستمر، وهتلاحظ دايما ان الكاميرا قريبة جدا من وشه، ومعظم اللقطات بيظهر فيها نص اللي فوق بس، مع التركيز على ملامحه وردة فعله وتصوير الألم اللي موجود دايما في عينيه. عايز المسلسل ينقل ليك ضيق التنفس اللي بيحس بيه البطل، وشعور العجز اللي بيعاني منه دايما بسبب الضغط عليه من كل اللي حواليه، وفيما باقي الناس اللي معاه قادرين إلى حد ما على التعامل مع واقعهم أو على الأقل عارفين يتكيفوا مع حياة المطعم، هو مازال بيحاول يدخل وسطهم ومش عارف لسه يتعامل مع الصريخ والزعيق والدوشة، رغم ان هو اعتاد عليه كتير قبل كده. كل اللي حواليه مش حاسين بيه ولا مقدرين مشاعره وحزنه، حتى القريبين منه عايشين في عالم تاني بالنسبة ليه. I didn't have a lot of friends growing up.
I had a stutter when I was a kid. I was scared to speak half the time. And I got shitty grades because I couldn't pay attention in school. I didn't get into college. I didn't have any girlfriends. I don't think I'm funny. ففي الحلقة الأولى خالص من المسلسل ومن البداية كده في أول مشهد بيدخلك المسلسل على طول جوه الأحداث، بيخليك تعيشها مع البطل ويحولك من مجرد متفرج كده من بعيد لبعيد لإنك تكون جزء من عالم الدب وشايفه من داخله على حقيقته وعندك باب داخل نفسيته وأحلامه ومخاوفه. في أول مشهد بيظهر في حلم غريب بيفكرنا بتوني سوبرانو والكون الموازي بتاع أحلامه. بيلاقي الشاب نفسه واقف في جسر واسع ومظلم لوحده في مواجهة دب ضخم بيحاول ان هو يتعامل معاه او يهديه بعد ما يطلع من القفص. ممكن تقول ان الجسر ده هو حياة البطل الفوضوية اللي بيغلب عليها السواد والخوف وما بقاش عارف هو بيعمل فيها ايه. بينما الدب ده اللي المسلسل واخد اسمه منه ممكن يمثل صراعات البطل الداخلية والانكزايتيز اللي مبهدلة حياته ومعيشاه في رعب دائم. ومحاولته الفاشلة في ترويض الدب ده بتوازي محاولاته في تحقيق اي توازن في الواقع بتاعه ومشاكله اللي بتطارده طول المسلسل. بعدها بشوية في نفس الحلقة وهو بيبص لنفسه في المراية ممكن تسمع بوضوح صوت الدب جواه وهو بيحاول يسيطر على نفسه عشان ما يخرجش من داخله وينفجر في كل اللي حواليه. ثم بيصحى من النوم اللي مش عارف حتى يرتاح فيه بسبب الكوابيس المستمرة معاه للواقع اللي حرفيا مفيهوش راحة هو كمان، كله مشاكل وصراعات وأزمات وحلول. مش بس اللحمة اللي جاية غلط وغير اللي هو طلبه، لكن في لقطات سريعة كده بيعرفك كل اللي بيحصل، من فواتير متراكمة لأموال مستحقة الدفع مع إيجار وضرايب وحسابات مش مفهومة في وسط أوضة ضيقة فيها إضاءة خافتة بتزود معاناته في الرؤية. ثم موت أخوه اللي بيرميه المسلسل في وشك على طول بعد الفواتير، عشان تبقى فاهم نقطة مهمة كده من الأول، إن رغم كل اللي أنت شايفه ده والمشاكل ديت إلا إن موت مايكل هو الأزمة الأكبر والأهم في حياة البطل، لأن أخوه ده كان يعتبر أهم حاجة وأهم شخص في حياته، مثله الأعلى واللي كان شايفه الثابت الوحيد اللي ممكن يتسند عليه، واللي دايما كان عنده حل لكل مشكلة وكل الناس بتحبه وشخص اجتماعي بامتياز ومفيش حاجة تقدر تقف في طريقه، وعلى طول واخد الدنيا ببساطة ومش فارق مع أي حاجة ولا أي حد، ويبان كده من السطح أو من بعيد إن هو مش مضغوط ولا بيعاني من أي شيء، دايما بيضحك وعنده القدرة إن هو يضيء الغرفة زي ما بيقولوا أو يغير مود أي مكان هو موجود فيه للأحسن. فلما فجأة كده وبدون مقدمات يموت نفسه لازم تكون صدمة غير مفهومة بالنسبة للبطل اللي بتتداعى أضلاع حياته من بعدها ويبدأ يشك في حقيقة كل حاجة بتحصل من حواليه. موت أخوه عمل زي زلزال في حياته الغير مستقرة أصلا وخلاه قاعد خايف من اللي هيحصل تاني ولا هيقع على دماغه. أي محاولة للعبث بتوازن حياته هتأدي لكارثة وإنها هتقف وهيفقد السيطرة عليها. مفيش قدامه غير انه يهدى ويسايس الدنيا ويحاول يحافظ على حياته زي ما هي لغاية ما يقدر يعمل أي تغيير حقيقي. عشان كده الضوضاء اللي بتعملها ماكينة اللعب في نفس الحلقة بعد كده ومش قادر البطل يتحملها، لكنه في نفس الوقت لو فصلها مش هتشتغل تاني، عاملة زي حياته بالظبط، متعلقة بطرف خيط بينجو بالعافية فيها على كف عفريت، ولذلك فكلها شبه بعضها مفيش جديد، خايف يجرب أي حاجة ولا يدخل في أي تحدي مش هيقدر عليه أو هكذا يظن، فتلاقيه بيجري على شقته بعدها يطلع هدومه اللي كلها شبه بعضها ونفس الستايل ونفس الألوان، وبيظهر عليه إن هو مش مرتاح مهما عمل، مش عارف هو عايز ايه ولا فاهم اللي بيحصل من حوله، مرعوب من المستقبل الغير مبشر ومش عارف يعيش في الحاضر ولا فاهمه، مفيش ريفرنس ولا اي حاجه عنده يقيس عليها او يبني عليها طموحاته واهدافه، وممكن تقول اصلا ان هو ملوش اهداف عشان الحياه بالنسبه ليه جيم شطرنج هو مجرد بيدق فيها بيعمل اللي بيتقال عليه. يمكن عامل زي والتر وايت كده في بريكنج باد لما كان واقف في المختبر في النهايه قبل ما يموت في اخر حلقه، وليه هو اصلا قام بكل ده وقصه المسلسل كله. طبخ الميثامفيتامين كان حياته، مش بيحس ان هو حي غير في المطبخ او المعمل بتاعه، وفي نفس الوقت سبب سعادته ده هو سبب شقائه ودمار حياته، عشان كده مش قادر يبعد عنه ولا يشوف حاجه تانية. اللي بيحسسه بالحياه هو نفسه اللي بيسحبها منه ويحرمه من عيشها بجد. لكن بطلنا هنا على الجانب الاخر مش شخص وحش، لا هو مجرم او زعيم عصابه ولا نصاب او زوج غير وفي ولا بيعمل اي حاجه مش كويسه، وبالعكس المطبخ والطبخ حاجه ايجابيه في حياته، قايمه على خدمه الغير واطعام ناس ممكن تكون الوجبه دي هي احسن حاجه في يومهم. فما فيش حاجه تمنعه من حب نفسه الا خوفه من الكمال او انه يحقق مصيره ويستغل موهبته للحد الاقصى، وده لانه مش واثق من انه فعلا هيكون سعيد وقتها. فالاحسن بالنسبه ليه او الخيار الامن انه يفضل متعلق كده، عشان دي الحاله الوحيده اللي ممكن يكون مرتاح فيها. The deeper into this I went and the better I got. And the more people I cut out, the quieter my life got. And the routine of the kitchen was so consistent and exacting and busy and hard and alive, and I lost track of time and he died. وبيعمل نفس الحاجة ويبحث عن عائلة بديلة أو جماعة ينتمي ليها،
لان زي ما شفنا في الموسم الثاني مستحيل يتأقلم او يعيش وسط عيلته الاصليه اللي كل مقابله او اجتماع ليهم عامله شبه غابه وحيوانات بتاكل في بعضها، بعكس المطبخ واللي فيه اللي حتى لو بيعافر ويتبهدل ويطلع عينه هناك لكن على الاقل بيلاقي الحنان والطبطبه من الطبخ كنشاط بينسى نفسه فيه. فازاي هيحصلوا على الخلاص وسط تاريخ عائلته المليء بالاخفاقات والجراح، ولا شهرته وموهبته المميزه في الطبخ وهو اصلا مستخبي من نفسه وحياته العاطفيه؟ I don't need to provide amusement or enjoyment. I don't need to receive any amusement or enjoyment. I'm completely fine with that. Because no amount of good is worth how terrible this feels. خايف يقرب من اي حد او يسمح لنفسه انه يعيش حياه طبيعيه، وبيرفض فرصته الوحيده في النجاه مع الحب اللي زي ما قلنا ما يعرفش عنه اي حاجه ولا يملك الشجاعه حتى للتجربه. واحد مش بيحب نفسه ازاي هيسمح ان حد يحبه من غير ما يصاب بالرعب والقلق؟ الوحده شيء سيء جدا وصعب تحمله، خصوصا لما تكون وحده غير اختياريه ومفروضه عليك او بتفرضها على نفسك وتحس معاها ان ما عندكش حل تاني عشان تقدر تتعامل مع شياطينك الداخليه، قبل ما تاخد وقت طويل بعدها عشان تكتشف ان ده مش الحل، وان طول ما انت لوحدك انت فريسه سهله للوحده والاكتئاب اللي هيسيطروا عليك. كلنا عايزين حضن حنين وحد يطبطب علينا وقت الشده، وده اللي البطل نفسه فيه ومحتاجه فعلا بغض النظر عن اي اوهام بيحاول يقنع نفسه بيها. لكن ماذا لو السعاده دي بتهدد مستقبلك المهني وكل حاجه عملتها في حياتك؟ لانه وقتها بس هيفهم قيمه الحياه الحقيقيه ومش هيوهب نفسه بالكامل للشغل او الطبخ والمطعم بعد كده. طب ايه موقفه وقتها ولا هيعمل ايه؟ هل ممكن يتخلى عن اللي بقى جزء منه بيمثل اقرب شيء لهويته في الحياه؟ Right? What the fuck was I thinking? Like I was gonna be in a relationship? I'm a fucking psycho. That's why I'm good at what I do. That's how I operate. I am the best because I didn't have any of this fucking bullshit. Right? I could focus and I could concentrate and I had a routine and I had fucking cell reception. هو مين بين كل ده؟ وازاي يعرف نفسه لما يقف يبص في المراية؟ ده اللي بيحاول يكتشفه وبنشوفه واحدة واحدة مع الأحداث.